بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ابتدي وبسم الله نستعين. اللهم يسر لنا كل عسير. بصوا بقى، تعالى نعمل حاجة كده من قشر الليمون. طبعا كلنا بنرميه ويبقى عندنا كميات حلوة كده في رمضان من استخدام الحلويات والأسماك واللحوم، وبنستخدم في غسيل الفراخ. شوفوا بقى، بيبقى عندك كمية ليمون قد ايه بتحدفيها في الزبالة، استفيدي منها. بصوا ده الليمون معايا ده زي الزبدة، وده الأولاني وده اللي لسه ايه هنخلله معاكم في الفيديو. حوشيلك بقى شويه ليمون كده اهوت حلوين كده من رمضان. استخداماتك بقى في كل حاجه بتستخدمي فيها ليمون. شوفي بقى كميه الليمون اللي بستخدمها في رمضان قد ايه. ما ترميش القشر، حوشيه كده في التلاجة، بس حطيه في الفريزر وتحوشي لك كده كميه زي اللي انت هتشوفيها معايا دي. بصوا دي كميه انا بقالي فيها بتاع شهرين 3 مش فاكره، يعني حاجات من بدري. يعني في رمضان بقى هعمل كميه كبيره طبعا. نقول كده بسم الله. نجيب بقى كده عندنا اي حله او اي طبق عندنا اللي هنسلق فيه. نروح جايبينهم كده اهوت وحاطين شويه ميه على النار، نسيبها بقى تسخن. وامسك بقى قشر الليمون دوت اديله شطفتين كده من التلج، علشان خاطر ايه، انزل التلج اللي عليه عشان لما انزله ما ياخدش مني وقت في الغليان. بصوا بقى، اروح ماسكه كده قشر الليمون كله، حاطاه فين في الميه. بص انا كنت شاطفاه بميه، هي باينه اهي في الطبق. واسيبه من 5 ل7 دقايق، مطولش يعني. وهقلب فيه كده بالمعلقه وانا واقفه. اول ما ياخد كده من 5 ل7 دقايق، مطولش، الاقيها يدوب ايه، سخنت كده وابتدت هتستوي. يعني ما تبقاش مستويه قوي عشان ما يتهريش منك فيما بعد. وعايزه تسلقيه، عايزه تعمليه ني اعمليه براحتك، حطي عليه الخلطه واعمليه ني. والميه دي استفيدي بيها، اعملي منها معطر وخليلي منها، وحطي منها على الغسيل الابيض حلوه جدا. شوفي الكربونات وكده بتخليك الغسيل ابيض قشطه. بصوا بقى بعد ما يتسلق نص سلقه كده، بنروح حاطينه في ميه بارده بنخفف منه السخونه عشان ما يتهريش مننا خالص. ونيجي بقى نجيب بقى الخلطه بتاعتنا. جايبه بقى فلفل هريسه الاحمر دوت، وجايبه جزر. تمسكيهم بقى في الكب عندك، او ابشري بقى الجزر بشر لو انت مش ما فيش كب عندك. ودقي بقى الفلفل الاحمر، وامسكيهم بقى كده اهوت، افرميهم فرمه. ممكن تحطي عصفر وحبه البركه لو انت بتحبيهم. هم بصراحه ما كانوش عندي في البيت. واحط بقى شويه ملح بقى حلوين عشان الليمون بيحب الملح. وتروحي بقى ماسكاهم كده اهوت، طحنهم بقى طحنه حلوه بقى. بس زي ما انتوا شايفينه كده، ايوه بالشكل ده. واروح ماسكاهم بقى مديهم فرمه تمام كده اهوت. اهم حاجه تبقى الجزر اتفرم معاكي كويس، ما يبقاش فيه ايه، حتى لو في قطع كبيره هي هتتخلل. وتجيبي بقى بطرمانك عندك تبقى غسلاه كده ومنشفاه كويس. ونحط بقى شويه خلطه من تحت من اللي انا مخلطاها دي. عندك وقت بقى تفضلي بقى تاخدي من الخلطه وتحطي بقى في قشر الليمون وتحطي كده وترصي واحده واحده زي اللي بيحبوا يرصوا. حطي. ما عندكيش وقت تبقى تنجزي كده زي حالاتي، وتروحي بقى واخده قشر الليمون كده ومنزلاه كله. على فكره انت هتحسي انك بتاكلي ليمون مش بتاكلي قشر ابدا. وتحطي بقى شويه خلطه وشويه ليمون، شويه خلطه وشويه ليمون، لحد ما بطرمانك بقى يتملي. بص بقى انا شغاله اهوت واحده واحده اهو زي ما انتوا شايفيني كده. شويه خلطه وشويه ليمون، حاجه بترميها وهتستفيدي بيها استفاده، هتدعيلي عليها كده. هتعملي كده مش هيخسر معاكي في البيت خالص. بصوا بقى انا الخلطه ما كفتش، وهروح اعمل شويه خلطه كمان عشان ايه، الليمون كتير والخلطه ما كفتش. عشان بحب اخلي الخلطه كده عليه من فوق وتحت، وبتاكلي الخلطه بقى معاه، بتنفعك بقى كتير. بصوا بقى انا عملت بقى شويه خلطه كمان عشان ايه، عشان عايزاه يبقى لونه كده حلو كده ومسكر معاكي بقى من الجزر والشطه بقى اللي فيه. ممكن الهريسه دي تقلوا منها لو انتوا مش بتحبوه مشطشط، وتحطوا مع عصفر وحبه البركه. برضه هيبقى اللي انتوا عايزين بتحطوه في الليمون حطوه. وبنجيب بقى ميه الليمون بقى، ناخد من ميه الليمون، هتبقى بردت كده شويه معانا. واحنا عشان حتى لو كانت دافيه شويه بنحطها عادي مش هتعمل حاجه، هو الليمون برد. هحط بقى ميه الليمون معاكي واشوفكم في فيديو جديد.